اهلا بيكم في كايرو جاردن. النهارده هقول لك ازاي تستخدم البوتس في ان انت تعمل شكل جميل في حته في البلكونه يكون فيها ظل. طبعا نباتات الظل كتير، من احسنهم هو البوتس. البوتس سهل جدا ان انت تعمل له عمليه اكسار او ان انت تكبره. يعني زرعه زي دي في البدايه هتبدا تقطع منها اجزاء صغيره من الافرع النشيطه. يعني طبعا فرع زي ده ما اقطعش منه، مش هقطع منه عشان ده فرع صغير، لكن فرع زي ده مثلا ممكن اقطع منه لان ده في فرع، ده فرع كبير وفي اوراق كبيره. بتحتاج بس ان انت تقطع من هنا، يعني يكون في مثلا 2 أو 3 من الجزء ده زي هنا. الجزء ده انا خدته وحطيته في ميه، وزي ما واضح كده بدأ يطلع جذور. تمام، وده جزء صغير من الزرعة. ببدأ أنا هاجي هنا على الزرعة دي، الجزء ده فاضي، وهبدأ أملاه بنفس الطريقة بنبات البوتس. والبوتس سهل جدا في الرعاية مفيهوش مشكلة كبيرة. أنا عامل مزيج من البيتموس والكومبوست والفيرميكولايت. تمام، بجهزه في الاول واتاكد ان مفيش اي حاجه فيها مثلا حته كبيره، او لازم تبقى الارض كده ممتازه. وهزود لها برضو كومبوست عشان تساعد النباتات ان هي تطلع على طول. بجهز التربه في الاول. دي التربه القديمه بتاعتي. ممكن تمزج التربه القديمه بكومبوست مثلا وتخليها احسن، تحسن الجوده بتاعتها. بس انا هفضل ان انا اشيلها كلها، يعني اغيرها نهائيا. فانا هفضل ان انا هتخلص من التربه دي كلها عشان شكلها ميته، وهبدا احط تربه جديده من الاول خالص، كومبوست وبرلايت او كومبوست وفيرميكولايت وبيتموس. ناس كتير سالتني الحاجات دي اساميها غريبه او كده. مش محتاج تعرف اساميها، انت محتاج بس ان انت تروح لحد بتاع ادوات زراعيه وتشتري منه ال3 حاجات دول: كومبوست، بيتموس، بيرلايت او فيرميكولايت. هم بيبقوا عارفين طبعا، وبتمزجهم، وهي دي التربه اللي بالنسبه لي انا اللي شغاله معايا. طبعا في حلول كتيره وفي انواع كتيره من التربه، بس انا بالنسبه لي هي دي اللي يعني اشتغلت معايا كويس. انا بكده بكون اتخلصت من التربه القديمه كلها، وببدا احط التربه الجديده في الشاليه. مش بملاها كلها، بملا جزء كبير منها. كده مليت نص الشالية. هبدأ بقى أرص البوتس بالشكل اللي أنا عايزه يظهر في الآخر. يعني بحط الفروع النايمة هنا قدام، والفروع الصاحية اللي طالعة لفوق ورا شوية عشان تقدر تغطيها. ولو عايز أي فروع طويلة تلفها بتحطها في الجناب. دي الفروع اللي عندي ادي فرع اهو طويل، ده ممكن يتحط ورا. وبرضو عندي فرع تاني، كنت فرعين هنا، دول ممكن برضو يتحط في الجنب. وعندي برضو نبات بوتس قديم مش شغال كويس، وساعات لما بيبقى شغال كويس برضو بس لوحده بتبقى الشالية شكلها فاضي. يعني بالشكل ده كده دي شالية شكلها فاضي، احنا عايزين نخلي الشالية شكلها مليان، فهنشيل الفروع اللي لوحدها دي ونملاها كلها عشان الشالية تبقى شكلها افضل. دلوقتي انا تقريبا خلصت. حطيت الافرع الواقفه زي ما قلت لكم ورا، والافرع الصغيره قدام. لسه ما توضبتش، بس هي هتبقى تقريبا بالشكل ده. لسه هحطها بقى في مكانها، بس زي ما بقول لك في الاول حاول تبدا وفي طينه قليله مش كتير عشان تقدر ترص الزرعه براحتك. في الاول طبعا هيبقى شكلها تعبان، بس لازم بعد ما ترصها تحط الرمله فوقيها عشان تقدر تمسك. حاول تبدا والرمله موجوده مش كتير علشان تقدر ترص الزرع براحتك من غير ما تقطع الجذور. دلوقتي انا هديلها ميه وهسيبها، والمفروض ان هي في خلال الايام اللي جايه تبدا الجذور تشتغل وتمشي في الارض يعني. بس هتبقى بالشكل ده تقريبا. ده بيبقى الشكل النهائي بعد ما بتخلص. طبعا ده بيحتاج شويه وقت، بس انت الاول بترصه بالمنظر اللي انت شايفه ده. وبعد كده لازم ترش ميه لازم كل فتره ترش ميه على الورق. البوتس مش بيحب ميه كتير في الجذور، يعني ترش ميه، تحط له ميه كل اسبوع مثلا. لكن الاوراق رش عليها مثلا كل 3 ايام، ما عندوش مشكله. وفي النهايه هيبقى عندك المنظر ده ممتاز وبيطلع في الظل ومفيهوش اي مشكله. وكل ما تعوز تزود البوتس بتاعك ممكن تزوده عن طريق العقل. شكرا، واشوفكم في الحلقه الجايه من كايرو جاردن. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، وممكن تسبسكرايب للقناه لو حابب القناه.